علمت شوف تيفي من مصادر خاصة اليوم السبت أن حمزة الدرهم المعروف بولد الفشوش لم يتحمل وضعه داخل سجن الزاكي بسلا بعد متابعته في حالة اعتقال بتهمة السكر العلني والتزوير فيه. محرر رسمي وتغيير معالم حادثة سير مع جنحة الفراري. وقالت مصادرنا القريبة من عائلة الدرهم إن الشاب حمزة وبعد وضعه في زنزانة رفقة سجناء الحق العام دخل في نوبة بكاء هستيرية ولم يتقبل وضعه الحالي مكتفيا بالتدخين، وكان قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بالرباط أمر بإيداع 5 أشخاص من بينهم رجلا أمن بالسجن المحلي بسلا من أجل جنحة التزوير في محرر رسمي وتغيير معالم حادثة سير مع جنحة الفراري. لا تنسى الاشتراك في قناتنا لتصلك فيديوهات جديدة. اضغط على زر أبوني الموجود في الأسفل للاشتراك.